في يوم من الأيام رامي كان خارج من مكتبه وسايق عربيته، فلاحظ إن في صبي مندهش بعربيته. ولما رامي وقف للصبي ده، الصبي سأله: هي دي عربيتك؟ فرد عليه رامي وقال له: أيوة، دي أخويا جابها لي في عيد ميلادي. فالصبي أصبح في ذهول شديد وقال له: أنت تقصد إن أخوك جاب لك العربية دي بدون ما تدفع له مال؟ فرامي فهم من كلامه إن هو كان يتمنى يكون لي أخ زي أخوه، لكن الصبي كمل كلامه وقال إنه كان يتمنى يكون لي أخ عشان يعمل زي ما أخو رامي عمل مع أخوه. وده خلى رامي مندهش من ردة فعل الصبي، وطلب منه إنه ياخد جولة بعربيته. ولما الصبي كان سايق العربية، طلب من رامي إنه عايز يركن العربية عند بيته. فرامي فهم إن هو عايز يعرف جيرانه إن هو سايق عربية فخمة، ولكن رامي أخطأ التفكير مرة تانية. ولما الصبي ركن العربية عند منزله، دخل بيته وجاب أخوه الصغير وشاور له على العربية وقال له إن العربية دي أخ جابها لأخوه بدون مقابل، ووعده إنه في يوم من الأيام هيجيب له واحدة زيها. ولما رامي شاف اللي حصل، صعبت عليه نفسه وما كانش في إيده حل غير إنه يخلي الأخ الصغير ده يسوق العربية هو وأخوه. وبدأ التلاتة في رحلة لا تنسى. وبكده تبقى انتهت قصة النهاردة. لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وشكرا للمشاهدة، وفي أمان الله.